بتبتدي أحداث الحلقة السادسة ومروة بتتصل بصلاح علشان يلحقها لما النار مسكت في البيت وبنتها اتحرقت، وبياخدوها وبيروحوا بيها المستشفى وبيعرفوا إن هي لازم تعمل عمليات كتير وهتقعد فترة عبال ما تتعالج. وصلاح بيقول مش مهم أي حاجة، المهم إن البنت ترجع تاني كويسة، وبيبدأ يقضي معاهم كام يوم، يتغدى معاهم ويقعد معاهم ويدي البنت الدواء وبيقرب منهم جدا لحد ما بيقول لمروة إن هي وحشته ومحتاج يقضي معاها يومين لوحدهم، فبياخدها وبيسافروا. وهناك بيكلمها في موضوع ان هما الاتنين يتطلقوا، وهي بتقوله ان هي حامل فبيسقطها. بعدها لما بتخف وبتروح البيت، شيرين مرات صلاح بتروح لها البيت، وبعدها شيرين بتشوف صلاح وهو نازل من عند مروة فبتطلب منه الطلاق. بعدها مروة بتروح لدكتور نفساني وبتبدأ تحكي له عن باباها اللي كان سكري وكان بيضرب مامتها وبياخد فلوسها دايما، وانها اخر مرة تشوفه هو كان هيخنق مامتها وكانت هتموت في ايده، وانه مهتمش ان هي واقفة وعمالة تصرخ. ولكن بتقول ان صلاح عكس كل الرجالة اللي هي اتعاملت معاهم، صلاح بيحبها، صلاح بيخاف عليها، صلاح جدع جدا. وكمان بتبرر ان هو لسه لحد دلوقتي معلنش جوازهم بسبب ان مراته عيانة وعندها المرض الوحش. بعد كده بتروح علشان تقابل هناء وتسألها اتأكدت من المعمل بان نتيجة مرات صلاح عيانة ولا لا. بعدها صلاح وشيرين بيستعدوا لحفلة عيد جوازهم، فصلاح بيقول لشيرين ان هو كان عند مروة وانه كان هناك علشان بيطلب منها ان هي تسيبه في حاله، وده لان هي اللي بتطرده، بس هم اصلا مفيش اي حاجة ما بينهم. فشيرين بتقول له وانا بقى المفروض ان انا اصدق. بتقول له طب انت ليه استخبيت وانا هناك؟ فبيقول لها ان انا لو كنت طلعتلك في الوقت ده انت ما كنتيش هتصدقيني وكانت هتقوم مشكلة كبيرة. وفعلا شيرين بتقتنع بكلامه وبيتصالحوا وبينزلوا الحفلة وهم مع بعض مبتسمين جدا ومبسوطين. وصلاح بيسأل عن رامي اللي بيكون متأثر جدا بحبس سارة وما بيقعدش معاهم خالص. بعد كده صلاح بيشوف وليد وبيطلع ان هو سمسار عقارات ويعرفه من زمان، ولكن وليد دي الفترة دي مديون لطوب الارض لدرجة ان هو سايب البيت وقاعد في شقة تانية. بعدها مروة بتيجي مع كامل الحفلة وبتبدأ شيرين تقرب من صلاح قدامها قوي علشان تستفزها، فمروة بتفضل تسكر وتشرب كتير قوي، فصلاح بيبعت لها رسالة وبيقول لها ان هي تمشي، ولكن هي ما بترضاش. ولما بيروح يتكلم معاها بتطلب منه ان هو يسيب الحفلة دي ويجي معاها زي ما طلب منها ان هي تسيب فرحها وتيجي معاه، وفعلا عملت كده. ولكن صلاح بيضربها بالقلم وبيطردها، وكانت النتيجة ان هي بتروح تفضحه قدام مراته، فبتقوم داخلة عليها وتقول لها ايه مالك ما جيتيش تسلمي عليا ليه، ولا انت لسه واخدة جلسة كيماوي مش شايفة قدامك. وبتقول لها ان هي متجوزة صلاح وكانت حامل وصلاح سقطها، وبتسيبهم وبتمشي. فشيرين بتقرر ان ده يكون اخر يوم لصلاح يكون معاهم في الفيلا، وابوها بيقوله ان انت مالكش مكان تاني ما بيننا ولا حتى في الشركة. فصلاح بيروح علشان يعاقب مروة على اللي هي عملته، ولكن هي بتقوله ان هي حبته وسابت الدنيا كلها علشانه، وانها تعرف عنه بلاوي كتير وقضايا فساد، وانها كل ده ساكتة علشانه، بس هو لو ما بيحبهاش هتفضحه وتطلع له في كوابيسه. وبتبدأ تطلب منه بقى عايزة بيت اكبر من البيت اللي مراته عايشة فيه، وعايزة شاليه كمان على البحر، وعايزة فلوس في البنك تأمنها هي وبنتها ما تخليهاش تحتاج له تاني. فصلاح بيقول لها طب ما موتك احسن. وبعدين مروة بتقول له ما تاخد بقى المفاجأة الكبيرة، بتبقى مصوراهم هما الاتنين مع بعض في اوضة النوم، وبتقول له ان الفيديو ده لو نزل هيكسر مصر كلها، لا الوطن العربي كله. وبيفضل مصدوم صلاح فترة كده، وهنا بتنتهي أحداث الحلقة. الفيديو ده اللي كتبته ومنتجته وسمعته بصوتها هي فاطمة عادل، ده اللي هي أنا. وما تنسوش تتابعوني لو عايزين تعرفوا باقي ملخصات الحلقات أو أي ملخصات تانية. سلام.